الحديث قليلا عن اللغة البهلوية واللغة الكردية التي كانت سائدة قبل العهد الإسلامي. أضيف فقط بسرعة فأقول اللغة البهلوية ما دمنا كنا نتكلم عن اللغة البهلوية، الكلمات المأخوذة منها. اللغة البهلوية كانت من أغنى اللغات الآريانية، وكتبت بها الكثير من الوثائق والكتب، حيث أنه في الفترة الواقعة بين القرن الثالث والسابع الميلادي تمت كتابة كتب وسجلات مثل زند آفيستا وأزدفيراس نامج ودينجرت وبوندهش ويندنامجي زراتوشت ومينوكي خرط التي هي مكتوبة باللغة البهلوية، وكذلك ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وآية نامة وشطرنج نامة وغيرها. كل هذه كانت كتب كردية مكتوبة باللغة البهلوية، وتمت ترجمتها إلى اللغات الفارسية والعربية. ومع الأسف المؤرخون والكتاب يدعون بأن هذه الكتب كانت باللغة الفارسية وتمت ترجمتها من الفارسية إلى العربية، ولكن في الحقيقة كانت لغة كردية ترجمت إلى اللغات الفارسية والعربية. هذه المعلومات مأخوذة من كتاب الدكتور جمال رشيد أحمد ظهور الكرد في التاريخ، دراسة شاملة عن خلفية الأمة الكردية ومجدها، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، أربيل سنة 2005، صفحة 126. وأيضا من نفس المصدر قسم من هذه المعلومات من صفحة 464. أيضا هناك كتاب أيضا يمكن كلكم سامعون بهذا الكتاب، شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام لابن وحشية. فقبل أكثر من 1200 سنة نشر هذا الكتاب، ويقول في كتابه بأنه شاهد بأمعينه 30 كتابا مكتوبا باللغة الكردية، وقام بترجمة كتابين من هذه الكتب 30 التي شاهدها، وهي كتاب إفلاح الكرم والنخيل، وكتاب علل المياه وكيفية استخراجها من الأراضي المجهولة. نرى هذان الكتابان كتابان علميان في ذلك العهد، قام الكرد بتأليفهما وتأليف كتب كثيرة جدا. وبقيت اللغة الكردية كلغة رسمية في بلاد ميزوبوتاميا، بلاد ما بين النهرين، إلى العهد الأموي. ففي عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، الذي كان من أكثر الخلفاء الأمويين تمسكا بالتعصب العربي العنصري، حيث طبق سياسة التعريب في مجالات عديدة. لحد عهد هذا الملك الأموي كانت اللغة الكردية لغة رسمية في بلاد ما بين النهرين، يعني كل العراق الحالي وبضمنها أجزاء كبيرة من شمال كردستان من آمد وغيرها كانت أيضا جزءا، وأيضا غربي كردستان. هذه المناطق كلها جزء من بلاد ميزوبوتاميا.
فبذلك منع استعمال هذا الخليفة اللغة الكردية في الدواوين والشؤون الرسمية الإدارية، فقام بتعريب الجهاز الحكومي الإسلامي في زمن أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي عاش من سنة 660 إلى 714 ميلادية، وهو كان سياسيا وقائدا عسكريا أمويا. حينذاك في ذلك العهد كان العراق، يعني بلاد ميزوبوتاميا، تشمل عراق العرب وعراق العجم. كانت جميع الدواوين الرسمية بإدارة رجل كردي اسمه زادان مروخ. تمت ترجمة جميع الدفاتر وأمور الدولة من اللغة الكردية إلى اللغة العربية في زمن الحجاج الثقفي وبأمر منه. كانت اللغة الكردية وأبجديتها متداولة حتى زمن الحجاج بن يوسف الثقفي دون انقطاع، وكانت الأبجدية الكردية تستعمل حتى أواخر عصر الخلفاء العباسيين، بعد أن ألغى الحجاج اللغة الكردية كلغة رسمية لبلاد ما بين النهرين واستبدلها باللغة العربية. بقيت اللغة الكردية وأبجديتها مستعملة على نطاق ضيق وبشكل سري. هذه المعلومات مأخوذة من كتاب أستاذ كيو مكرياني مكتوب باللغة الكردية، اسمه فرهنگی مهاباد، چاپی یکم هولیر چاپخانه كردستان، صادر في سنة 1961. ومن كتاب ميجوي كرد وكردستان، يعني تاريخ الكرد وكردستان، للأستاذ محمد مردوخي كردستاني، ترجمة السيد عبد الكريم محمد سعيد، مطبعة أسعد بغداد، صادر في سنة 1991. شكرا لسماعكم. وهذه أحببت أن أضيف هذه المعلومات أيضا لمحاضرتنا.